في وفد من رابطة مشجعي الأهلي في غزة، وناس بيتواصلوا معانا بانتظام. وكنت قعدت قبل ماتش سوبر سبورت مع مجموعة أخرى من الشباب بتوع الألتراس علشان نشوف كيف يكون قوة شباب الألتراس التنظيمية الجميلة داعمة لعودة النشاط الكروي، وازاي يساعدوا الأمن العام ويكونوا يعني جزء من الحل مش جزء من المشكلة كما كان سابقا، لأن هم كلهم شباب رائع جدا ويعني وطني لأقصى درجة. والناس جم طلبوا أنهم يقعدوا معايا وقالوا لي انتوا طالبين مني إيه. أنا كإدارة تسويق كنت شايف أن باستمرار لازم نطلب من الألتراس أنهم يساعدونا في أن احنا نسوق للنادي الاهلي المنتجات بتاعته، السيزون تيكت، الافكار، القيم بتاعته، كيف يكون شباب الالتراس الرائع ده اللي بيدينا نموذج رائع في التشجيع للعالم كله. يمكن التابلوهات اللي بتعمل وهذا الابداع، وننقي بعض الشوائب الصغيره اللي ملهاش محل النهارده، لان خلاص الظروف اختلفت خالص، ما فيش بينهم وبين الامن هذه الحساسيات. بالعكس كنا بنناقش كيف يكون هذا الشباب داعم ومساعد للأمن في إنه هو الدوري يرجع وينتظم، ويبقوا هم جزء من الحل مش جزء من المشكلة. والله احنا كنا جايين نقعد مع كابتن عدلي نشوف ازاي الفترة الجاية نقدر نساعد النادي ونساعد الأمن في حتة تنظيم الماتشات، وازاي نحاول الفترة الجاية دي ان شاء الله الدوري يستكمل على خير ونبقى ايجابيين يعني في المدرج، بحيث ان الماتشات اللي جاية دي يعني تعدي زي ما بيقولوا. يعني الماتش حضرتك تعرف في افريقيا يختلف لما يكون ماتش فيه جمهورين، الموضوع بيبقى اصعب شويه. وجايين برضو كنا قعدنا مع كابتن عادلي بحيث ان احنا نشوف ازاي نساعد النادي بتاعنا في حته التيكت سيزون، وازاي نقدر نسوقها بما يفيد النادي بتاعنا. يعني احنا اليوم كنا متواجدين مع اخواننا تاكيدا للتواصل الجماهير والروابط بين في جمهوريه مصر العربيه وفي فلسطين. كنا يعني موجودين في هذا الاجتماع مع الكابتن عدلي بناء على طبعا كان تعليمات من الكابتن علاء خالد مؤسس رابطة محبي وعشاق النادي الأهلي في فلسطين. كان الحديث يدور حول عودة الدوري المرحلة القادمة، وكيف انه يكون في تواصل بين الجماهير وبين النادي، ونحس انه الجماهير تتواجد في كثافة في المدرجات حول الفريق وتشجيعها، وكان في نقاش حول طرق التشجيع، وإن شاء الله أنه يكون تشجيع مثالي في المدرجات بما يليق بالنادي الأهلي وبجماهيره العريقة.